السلام عليكم، شلونكم اخباركم؟ ان شاء الله زينين. وياكم احمد طلاب السادس 2026. هواي من عندكم حاليا ضايعين خايفين عليهم تراكمات وتقريبا يعني بلشوا يستسلمون، لكن هل ضاع المعدل؟ لو بعد اكو امل. خلونا نعوف المثالية شوية ونحكي واقع. اي انت متأخر، واي المادة هواي، والوقت اللي ضيعته بالتفكير والندم كان كفيل يخلص لك فصل كامل. بس هسه انت قدام خيارين، ما إلهم خيار ثالث. أما أنك تعيش دور الضحية وتقول ما ألحق وتنتظر الفشل يجي ويدق بابك، أو تعترف أنك قصرت وتدفع الثمن هسه. السادس مو رحلة سياحية، السادس معمعة، يا تطلع منها بطل يا تطلع منها نادم طول عمرك. التراكمات ما تروح بالدعاء وحده، ولا تروح بكلمة يا رب سهلها وانت قاعد. تروح بالسهر، تروح من تترك موبايلك وتعتزل العالم، تروح لما تقرأ وانت عيونك تريد تغمض، بس لا تقول لازم أكمل هاي الصفحة، لازم أكمل هذا الموضوع. الواقع يقول أنه اللي جابوا 100 بالعام الماضي ما كانوا عباقرة ولا أذكياء، تمام؟ كانوا صبورين. الأمل موجود بحالة واحدة بس، إذا قررت هسه تصفر حساباتك ويا الماضي وتبدأ شنو؟ حرب استنزاف ويا من ويا المادة. كل ساعة تضيعها هسه هي درجة قاعدة تطير من معدلك بالوزاري. تخيل شكلك أنت بعد أشهر وواقف قدام أهلك والنتيجة بإيدك، لو فرحة تنسيهم وتنسيك مرارة الأيام اللي مرت بيك، لو غصة تظل بقلب أبوك اللي ذبل وهو ينتظر هاي اللحظة. الحياة الواقعية ما ترحم الضعفاء، والجامعات ما تستقبل اللي كان يريد، تستقبل اللي قدر يوصل. انت بعدك تقدر تغير القصة، والوقت ما فات، بس وقت اللعب هو اللي انتهى. هسه وقت الشغل اللي يوجع، الشغل اللي يطلع نتيجة. لا تكتب لي أنا قدها، لا تكتب لي أنا راح أكمل، راح أبلش من هسه. إذا ما تنوي هسه تسد الفيديو وتفتح كتابك، الأمل هو الجهد اللي راح تبذله هسه، مو الكلام اللي راح تكتبه بالتعليقات. المعدل ينتظر الشخص اللي يستحقه. القرار بيدك، يا تقوم تصنع مستقبلك يا تظل تتفرج على غيرك هو يصنع مستقبله. قوم، المادة تنتظرك. أشكركم على حسن المشاهدة، على حسن المتابعة. أتمنى لكم بالتوفيق والنجاح والمعدل العالي اللي تتمنوا. أتمنى تكونوا استفادتم من الفيديو، وأشكركم على المتابعة.